فتلاقيت الظابط بيوقفني بيقول لي ايه، انا بقى يعني وانا جاي جبت اكل وحاجات. بيوقفني بيقول لي انت معاك ايه؟ قلت له معايا اكل وحاجات يعني. قال لي لا ما تمشيش من هنا. طب ده طريقي انا همشي منين طيب غير من هنا؟ بص جت لقيت الطلقه جت في ظهري، ما حسيتش بقى بحاجه بعد كده. طلقه؟ جت في ظهري ما حسيتش بقى بعد كده بحاجه. بس فلفيت وراجعه لقيتهم في وشي بالبوكس داخلين عليا ببوكس الشرطه. بوكس وعليه لوح شرطه وعليه البادج بتاع الشرطه وبوكس بصندوق من ورا متغطي ومعالمه واضحه جدا ان هو بوكس. ولما نزلت البوكس الشرطه اللي واقف وكان بيدعي ان هو ظابط اثناء الواقعه وقف في وضع يضطرني انا اقف ظهري للصندوق بتاع البوكس، والجزء اللي بيترفع يتقفل زي العربيه الربع نقل ده مفتوح. فانا بكلمه لسه بدات حديثي ما قلتش حاجه لسه، انا لقيت نفسي اتشلت واترميت جوه البوكس على ظهري. في ايه يا ابني؟ ده انا جده يا ابني، يا ابني انا قد امك، عيب كده. في ايه؟ اللي كان بياخد مني البطاقه طلع نط في الصندوق كتف ايديا لورا، واللي عامل ظابط حاول طبعا ينزل هدومي النص التحتاني، كنت لابسه بنطلون وسلمت للطب الشرعي البنطلون. المهم انا متكتفه من فوق وطبعا رجليا بحاول ادافع بيها من تحت. بكل اسف طبعا ما قدرتش اعمل حاجه. المهم تناوبوا عليا هما الاثنين، والتالت اخذ الخباتم واخذ الفلوس واخذ الموبايل وخلصوا ورموني على الارض واخدوا بوكس الشرطه ومشوا. يعني انا يمكن ضحيت بنفسي النهارده وجيت علشان اقول اللي انا بقوله ده، وما كانش نفسي طبعا اقوله عشان احمي كل بنت تتعرض لموقف زي ده، احمي كل ست او كل انسانه تثق في بوكس شرطه. انا بقول لها دلوقتي لو بصيت لقيت عربيه شرطه لازم تكوني حذره جدا ملايين المرات اكتر من انها تكون عربيه ملاكي. شاب كويس مؤدب، انا بقالي 10 سنين هنا ما شفتش منه اي حاجه، لما بيكلمني بيبقى وشه في الارض. والله انا الحمد لله بفضل ربنا انا حكيت كل اللي شفته طبعا. من اول خالد ما دخل عندي المحل لغايه ما الاثنين مخبرين قاموا طلعوا يجوا دخلوا وراه. طبعا هم ما ادوش لخالد اي فرصه، ما قالولوش حتى هات بطاقتك انت بتعمل ايه، ما قالولوش اي حاجه. خالد ما لحقش حتى يخش المحل اللي هو يخش يسلم على الناس. هو قبل ما يوصل للناس كانوا هم داخلين وراه، كانوا مكتفينه من ايديه، وكانوا واحد مكتفه من ايديه والتاني مكتفه من ايديه التانيه وحاططها فوق دماغه وموطيه. خالد بيحاول يقاوم، بيقول لهم انتوا مين؟ فقالوا له احنا مباحث. فواحد فيهم بيزق واحد جاي خبطه، وانا عندي باص كده في الشمال في السايبر، فواحد راح جاي خبطه في البار الرخام دوت. فجاء واحد منهم راح جاي ساحب خالد من شعره وفضل ماشي بيه لغايه مدخل العماره اللي جنب السايبر عندي. ايوه. فطبعا اول ما دخلوا مدخل العماره حبدوا خالد في الباب الحديد. دي كانت اول خبطه خدها جامد قويه شويه يعني. طبعا هو خدها بالجنب الشمال ده كله، كان وشه خبط في الباب. وهو بيرد تاني كان واحد فيهم ضربه باليد في وشه، كان ابتدت ان الدم ينزل من بق خالد. طبعا فضلوا يضربوا في خالد ضرب غير عادي. هم ما كانوش بيتعاملوا مع بني ادم، هم كانوا بيتعاملوا مع حيوان مش بني ادم. يعني كان في حاجه ما بينهم وبين خالد، هم مش عايزين حد غير خالد. فضلوا يضربوا في خالد ضرب غير عادي. واحد منهم حط ايده على زور خالد وفضل يخنق فيه بايديه كده. التاني راح جاي حاطط رجله وضربه بالمقص كده، فخالد وقع بدماغه على السلم. فدي برضه كانت وقعه قويه شويه لان دماغ خالد كلها اتهبدت على السلم بتاع مدخل العماره. واللي كان حاطط ايده على رقبته ده نزل فوقيه وفضل يضربه باليدات في وشه. التاني واقف من فوق عمال يضربه برجله في بطنه في صدره بالرجل من فوق.
وهو واقف، وده واقف نايم فوق خالد وحط ايده على القلب. انا بس عايز اقول حاجه صغيره قبل ما اكمل. اتفضل. خالد مشى من عندنا من بير العماره ميت ميت ميت. ركب البوكس ميت. وراجع تاني وهو ميت. خالد ما اتشالش هو حي ولا في نقص. ايوه. خالد ما بلعش حاجه. لو خالد كان بلع حاجه وهو واقف خلاص استحاله انه يتكلم. ده على كلام الدكتور محمد دلوقتي. على كلام الدكتور محمد هو بلع. انا سمعت ان هي 7 سم طولها وعرضها 2 سم. 2.5 سم. يعني في بني ادم هيبقى حاطط حاجه في الحجم ده في بقه وهيقدر ان هو يتكلم ويقول لهم ارحموني ويقول لهم انتوا مين ويقول لهم انا بموت؟ استحاله. برضو المشهد اللي مستغرقني انا شخصيا ومش قادر افهمه، احنا بقينا وحشين قوي يا هيثم. يا دكتور. يعني كل الناس وكل الناس شايفه احنا بقينا وحشين قوي. ده احنا بننقد نفسينا. يا دكتور والله. ازاي احنا كلنا سكتنا؟ احنا ما بقيناش وحشين، احنا مغيبين يا فندم. احنا مغيبين. احنا اتخدرنا، متخدرين بقالنا سنين بنتخدر. احنا في غيبوبه. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. لو ابني اتنازل وقال انا متنازل ما اتضربتش، انا كمان هعترض. لان ابني منين امبارح قال له طب ننزل نقول انا اتضربت وانا ابنك اتسحل وابني اتبهدلت واتعمل. ومن النهارده يقول هو ما اتضربش. نتنازل ماشي، ما ننزلش مش عايزين حاجه، لكن ابني اتضرب وقلت له ابني اتضرب وقال ما اتضربتش. بعد ده تنازل اجباري وقلت له احنا كده تحت التهديد المكتب الفلوس يعني فيما بعد هنتحط في الليسته. يعني احنا مجبرين يا اما نتحط في الليسته. يعني احنا ده الحكومه ذنبي، ده الحكومه. انت بتتكلم عن حد عادي، انت بتتكلم عن حد وصي، انت بتتكلم مع الحكومه مع جهاز امني.
الله